ما هي الأم المثالية بشهادة السماء؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكل أم بتعاني مع أولادها رغم إنها بذلت وتبذل كل ما في وسعها، جايبالك بشرى جميلة جدا لأم أرملة عايشة لوحدها مع أولادها وتعبت معهم جدا وبذلت أقصى ما في وسعها، وكان عندها مشاكل مع أولادها ومش عارفة تحلها إزاي ومش عارفة تروح لمين أو تسأل مين، ومحدش واقف معاها يساعدها. جالها زوجها في المنام قال لها كوني أم مثالية. قالت له يعني أعمل إيه؟ أنا مش عارفة أعمل إيه. قال لها أكثري من الدعاء لأولادك وإن شاء الله هتشوفي البشرى، وهتشوفي إن هم إن شاء الله حالهم هيتحول لأحسن حال. وبالفعل صحيت من النوم وخدت ولادها في حضنها وبقت تدعي لهم وتصبر عليهم مهما يعملوا، تصبر عليهم وتديهم من حبها وحنانها. والحمد لله ولادها حالهم اتغير لأحسن حال، دلوقتي بقوا في أعلى المناصب واطمنت عليهم وكانوا أولاد جمال جدا برر بيهم جدا. قصة تانية الأم مسلمة هاجرت إلى أمريكا، ابنها هناك اتلموا عليه، طبعا انتوا عارفين أمريكا والحياة هناك، عاش الحياة الأمريكية بكل ما فيها من الصخب والشرب والنوادي الليلية، وترك دراسته وترك كل حاجة، وبالإضافة لكده بقى يعاملها معاملة وحشة جدا وكأنه مستعر منها. لكن الأم دي لم تيأس وفضلت تدعي لابنها بالهداية، والحمد لله آخر رمضان بدأ صفحة جديدة، بدأ يقرأ القرآن، بدأ يرجع لربنا سبحانه وتعالى، بدأ يبر بأمه وندم جدا على الأيام اللي فاتته إن هو كان عاصي لأمه وكان قاسي جدا عليها وبقى من أبر الناس بيها. فأنا بقول لكل أم بشرى جميلة، ما تدعيش على أولادك، ادعي لهم واديهم من حبك وحنانك واصبري عليهم مهما أخطأوا. هم جايين الدنيا لأول مرة وبيتعلموا واحدة واحدة يتعلموا. الدنيا الكبار بيغلطوا، احنا بنغلط. اديكي شايفة الحروب في كل مكان، هل الصغار اللي عملوا الحروب دي ولا الكبار؟ حرب أوكرانيا وروسيا أولادك اللي عملوها ولا الكبار اللي عملوها؟ إن شاء الله ربنا يطمن قلبك على أولادك وتشوفيهم زي ما أنت عاوزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.